المحاضرة دي مهمة جدا جدا جدا. كل طالب في جمهورية مصر العربية لازم يخش يسمع المحاضرة دي. طلعت أفضل حاجة عندي، والله لو أولادي هم اللي داخلين امتحان الثانوية العامة هذا العام ما هعمل معاهم أكتر من كده. الدكتور مجدي لم لي منهج الأحياء بالكامل والجيولوجيا، عمل الكلام ده قدام عينك في محاضرات سماها محاضرات الخلاصة. أنا عندي مشكلة في الدي ان ايه، أنا عندي مشكلة قدام عينك في المناعة، أنا عندي مشكلة. تتواصل معايا هذاكر معاكم وهخليكم 100 مش هتروح الامتحان وفي نفسك حاجة طالما أنا لسه عايش. دي بقى هتلخص لك الفيلم كله قدام عينك. محاضرة ليلة الامتحان، ودي مهمة جدا جدا جدا، وهتبقوا 100 في المادة دي. بسم الله الرحمن الرحيم. ولادي وحبايبي طلبة وطالبات الثانوية العامة، يا رب نكون في أفضل وأسعد حال. ربنا ييسر لكم الأمور ويفرحكم ويفرح آبائكم وأمهاتكم ويفرحني بنجاحكم وتفوقكم إن شاء الله. إن شاء الله نعيش وكان في عمر أنتوا هتخلصوا امتحان الكيمياء بتاعكم على خير إن شاء الله يوم الخميس من الساعة 9 للساعة 12. طبعا إحنا بعيد عن مادة الأحياء بقالنا فترة طويلة جدا، أكيد نسيناها. طيب عايزين بقى نستثمر الوقت كويس قوي. أنا هقول لكم إيه اللي هيحصل. في طالب الشيطان هيضحك عليه ويهيأ له إنه الفترة الزمنية طويلة، عندنا 6 أيام ونص. يا حبيبي غلط، مش صح. أنت تعبان في المادة دي، عايزين نلمها بسرعة جدا، نلمها بسرعة جدا. طيب هنعمل إيه يا دكتور مجدي؟ اسمعني، أنا عملت لحضرتك محاضرة مدتها حوالي 5 ساعات، هتنزل لك على اليوتيوب. المحاضرة دي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله درجتها وأنت قاعد في لجنة الامتحان، افهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مش أقل من 25 درجة. فهتخش حضرتك تسمع المحاضرة دي، هتروح بيتك الساعة 12، من الساعة 12 لغاية الساعة 1 قدام عينك تصلي الظهر وتتغدى وتتكل على الله، تريح لك ساعتين، ما تنامش كتير عشان عايزين ننام بدري ونقوم بدري. فاضل لنا خلاص 6 أيام ونخلص من القصة دي، فربنا يعديهم على خير. هتقوم تسمع المحاضرة دي، يبقى دي النقطة رقم 1. المحاضرة دي مهمة جدا جدا جدا. كل طالب في جمهورية مصر العربية لازم يخش يسمع المحاضرة دي. طب سمعت المحاضرة دي، طب وبعدين؟ الدكتور مجدي لم لي منهج الأحياء بالكامل والجيولوجيا، عمل الكلام ده قدام عينك في محاضرات سماها محاضرات الخلاصة. يعني ايه محاضرات الخلاصة؟ دي بقى هتلخص لك الفيلم كله قدام عينك. طب بنعمل فيها ايه؟ ايه مصادرنا؟ بنشرح فيها المنهج بالراحة بعقل وبحكمة وبذكاء. دي رقم 1. رقم 2، بندرب الطالب على أسئلة الامتحانات الرسمية وعلى النماذج بتاعت الوزارة. ساعتك هتخش برضو عاملين لك محاضرة هتبقى موجودة على اليوتيوب، افهم، هتسمعها وبعدين الدنيا ظبطت معاكم ان شاء الله، هتتواصلوا بقى مع فريق عملنا قدام عينك هيفتحوا لكم بقيه المحاضرات ان شاء الله، وهتبقوا 100 في الماده دي. يبقى تاني كمان مره، يبقى انا هسمع محاضرتين واخد بالك على اليوتيوب. المحاضره الاولانيه محاضره ليله الامتحان، ودي مهمه جدا جدا جدا. المحاضرات بتاعت الخلاصه عملنا لكم برضو المحاضره على اليوتيوب، يبقى تسمع محاضرتين على اليوتيوب اهو، محاضره ليله الامتحان ومحاضره الخلاصه. سمعت دول؟ ايوه، خلاص هتتواصل مع فريق عملنا بقى هيوجهوك قدام عينك تسمع بقيه المحاضرات ان شاء الله. نعيش وكان في عمر. طيب خلصنا من ده، خلصنا من ده. طبعا انا ما عملت، طلعت افضل حاجه عندي، والله لو اولادي هم اللي داخلين امتحان الثانويه العامه هذا العام ما هعمل معاهم اكتر من كده، اقسمت بالله. يعني انا طلعت كل خبرتي وكل حياتي التدريسيه قدام عينك في المحاضرات دي، فان شاء الله ربنا ينفعكم بيها ويطمني عليكم ويفرحكم بيها باذن الله تعالى. طب يا دكتور مجدي، نعم، ده الكلام فيما يخص قدام عينك ولادنا. طبعا طلبه كتير جدا من طلبه البيولوجي اللي بياخدوا الاحياء بس بالانجلش تواصلوا معانا الفتره اللي فاتت دي فيما يخص الجزء بتاع الجيولوجيا. احنا عاملين الجيولوجيا بالكامل في 4 محاضرات، انصحهم لله خش اسمع المحاضرات دي، هتفرق معاك كتير قوي. بدري بدري هتفرق معاك كتير قوي، هتلم لك الموضوع كويس جدا وهتخليكم 100. طيب انا سمعت يا دكتور مجدي الكلام ده وبقيت 100، اعمل ايه؟ عندي لسه متسع من الوقت، هتطلب بقى رقم تليفوني من فريق عملنا وتتواصل معايا، هقول لك تعمل ايه. طب انا عندي نقطه ضعف معينه، انا عندي مشكله في الدي ان ايه، انا عندي مشكله قدام عينك في المناعه، انا عندي مشكله. تتواصل معايا هذاكر معاكم وهخليكم 100 مش هتروح الامتحان وفي نفسك حاجه طالما انا لسه عايش. اقول تاني الجمله دي، مش هتروح في الامتحان وفي نفسك حاجه. فكل واحد من حضراتنا يهدى كده بالراحه، معنوياتنا في السماء، خد بالك انت اللي فات ما نبصش بقى خلاص عليه، نركز بقى في اللي جاي ان شاء الله. ربنا يكمل لكم على خير وينفعكم بالمجهود اللي انا عملتم. تدعوا لي وتقولوا اللهم ارضى عن مجدي فوده لو انت راضي عني، لو انت مش راضي عني تقول الله يسامح الدكتور مجدي قدام عينك، لكن ان شاء الله هترضوا عننا باذن الله تعالى وهتدعوا لنا وانتوا قاعدين في لجنه الامتحان. ولادنا طلبه وطالبات تانية ثانوي اللي رايحين ثالثه ثانوي، انا قلت لكم هتتواصلوا مع فريق عملنا،
وهتحجزوا معانا باذن الله تعالى. بمجرد بس ما انتهي من واطمن على اولادي بتوع الثانويه العامه، هنطلع نقول لكم بالتفصيل خطتنا ان شاء الله للعام القادم هتكون ايه. انما الحجز دلوقتي هيكون مع فريق عملنا. ربنا يوفقكم جميعا ويسعدكم ويرضيكم ويرضى عنكم، واشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.